ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة أكلة خطيرة بقى وكلها حديد، وكل الناس بتحبها كبار وصغار، وهي المسقعة. وحتى لو ولادنا مش بيحبوها النهاردة هنعملها بطريقة هنخلي ولادنا يحبوها. كمان هنعملها بطريقة صحية، وهنستخدم الزبدة هتخلي طعمها خطير. عندي هنا بتنجان، حوالي كيلو ونص من البتنجان الرومي الأسود، هقطعه شرايح رفيعة كده زي ما انتوا شايفينها. السمك بتاعها مش تخين، عشان تقدر ان هي تتحمر كويس وتطرى معانا. عندي بقشرها هنا. لو احنا مش حابين نقشرها ممكن نحتفظ بالقشرة عادي. هبتدي بعد كده انقعها في مية وخل وشوية ملح، علشان تحافظ على اللون بتاعها يكون فاتح كده ما تسودش. هسيبها حوالي من نص ساعة لساعة، وببتدي اطلعها، وكمان هرش عليها شوية ملح تاني علشان تنزل المية اللي فيها بالمناديل بتاعة المطبخ، وابتدي انشفها. عندي بقى هنا الجريل بتاعة البوتاجاز، هبتدي احط عندي معلقة من الزيت مع معلقة من الزبدة. مهم جدا نحط الزيت مع الزبدة عشان الزبدة ما تتحرقش، وابتدي اقلب فيها كده لغاية ما عندي البتنجان يكون طري، واحس انه بقى طري مش ناشف. هبتدي اعملها على 4 مرات، يعني حسب الكمية اللي عندي. كل مرة بحط معلقة من الزبدة مع معلقة من الزيت، وابتدي اطلعهم بقى لغاية ما اخلص كل الكمية. هطلعهم واحطهم في الصينية. هبتدي بقى اجهز عندي هنا المعصج، حوالي 400 جرام من اللحمة المفرومة، وبصلاية مفرومة في الكبة. هبتدي احط عندي ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كل البهارات اللي احنا بنحب نحطها ممكن نحطها. وهحط كمان معلقتين من الصلصة، هزود عليهم شوية من المية. وكمان اهم حاجة بقى هنا عندي الطماطم المقطعة، بتدي طعم خطير جدا للمسقعة او اي معصج عندي. دايما احب احط طماطم وتكون متقطعة، حوالي 4 طماطمات مقطعين صغير، وهبتدي احطهم. هزود عندي الخليط هنا بشوية مية طبعا لانه هيتحط في صينية البتنجان. حوالي مثلا كوباية كده من المية، وهزود كمان عندي مرقة من الخضار، ودي حاجة اختيارية، لو احنا مش حابين نحطها ممكن ما نحطهاش. هبتدي بقى عندي ارص كل البتنجان اللي انا حمرته، وهحط طبقة اولانية، وبعد كده لحمة مفرومة، وبعدين طبقة تاني من البتنجان. اول مرة حطيت طبقتين بتنجان وبعدين لحمة مفرومة، وبعدين طبقتين بتنجان ولحمة مفرومة من على الوش. هحطها في الفرن بقى على 220، بتاخدش ساعة. ممكن نولع كمان الشواية وشها يحمر. طلعة جميلة جدا، وما اقولكوش بقى خطيرة بجد. اكلت منها وما اكلتش طبعا رز معاها، ممكن ناكل معاها عيش. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل